مساء النور ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي وصفات ميرال. اليوم جبت لكم وصفة المعمول. كما على بالكم المعمول يجي محشي لداخل بالغرس. وصفة سهلة بنينة. عندي 250 غرام فرينة، 250 غرام تاع سميد يكون رقيق، و200 غرام تاع سمن دايب وبارد، نص كاس تاع سكر ونص كاس تاع الحليب، ونسحق غير رشه برك، رشه تاع خميره الحلوى، ما نكتروش بزاف. نحط الفرينه والسميد، نزيد الملح ورشه تاع خميره الحلوى، نزيد نص كاس تاع السكر، ونخلط هاد النواشف كامل. نبسس العجينه تاعي 200 غرام تاع سمن اللي كنت ذوبته خليته برد، ونبدا نبسس العجينه. في الاول راح يبان لكم بزاف، بصح كي تكملوا يعني تبسوا العجينه هذاك السميد والفرينه راح يشربوا كامل هذاك السمن. هنا راه تشرب لي. دوكا راح نزيد له 4 مغارف تاع الزيت، نخلط كلش. من بعد راح نجمع العجينه تاعي بهذاك النص كاس تاع الحليب. نتوما اكيد في الاول معكمش رايحين ديروا كامل هذاك النص كاس تاع الحليب على مره، يعني فرغوا وتجمعوا العجينه تاعكم كل سميد وكيفاش. المهم تتحصلوا على العجينه تكون فريمون طريه، وكي تشكلوها ما دير لكمش هاد التشققات هذه. انا هنا راح نزيد لها شويه تاع الحليب، ما نكترش، غير شويه برك حتى نتحصل على العجينه تكون رطبه طريه. كي نكورها نشكلها كوريه ما تتشقق ليش. راح نخلي العجينه تاعي تريح في الثلاجه من ساعه ونص حتى لساعتين. دوكا نجوز نخدم الغرس تاعي. عندي الغرس هنا منقي من قبل، نزيد له مغرفه صغيره تاع زبده وشويه تاع القرفه، ونعجنو. اللي عندها جلجلان محمص تقدر تزيد له يجي بنين. نعجنو مليح ومن بعد نشكلو كريات متساويين. بالنسبه للوزن ما نقدرش نقول لكم باسكو كل وحده والمول اللي راح تستعملوه. كاين مول كبير صغير، يعني نتوما شوفوا عينكم ميزانكم. انا هنا بالنسبه للحشو درت من 8 حتى ل 10 غرامات هكذا. نشكلهم من بعد نغطي الغرس تاعي باش ما ينشفليش. نجيب العجينه تاعي بعد ما ريحت ونبدا نحكم كميه منها على حسب واش نسحق. هنا راح تبان لكم ناشفه العجينه، بصح ما تخافوش، غير تبداو تخدموا فيها راح تطرى وحدها هكذا. نحاول نفتحها في الوسط باش نحط الحشو تاعي لداخل، ونغلق مليح الحبه تاعي ونكورها حتى تولي ليس وما فيهاش تشققات. راح نرمدها هنا في الفرينه وننفضها، والمول تاعي كيف ندير له نرش فيه الفرينه هكا باش ما تلصقليش الحبه. هنا كاين اللي يديروا ساجي، بصح انا ما ننصحكمش ديروا ساجي، ما راحش يخرج لكم الشكل شباب وباين هكذا. نقلب المول تاعي، نخبط شويه وتهبط الحبه بهذا الشكل. شوفوا شحال يجي الشكل باين. راح نزيد نشكل معكم حبه واحده اخرى. الفوغ تاعي درتو يسخن على 200 درجه. راح ندخل السنيوه تاعي نشعلها غير من التحت، نشعلها من التحت غير نشوفهم تحمروا من التحت. راح نحبط السنيوه تاعي تحت كامل ونشعل عليهم من الفوق، ما نخليهمش بزاف يتحمروا. المعمول ما يجيش محمر بزاف، غير نشوفهم هكا، شوفوا صفاروا برك، شوفهم صفاروا نطفي عليهم. هاول المعمول تاعي نزينو هكا بالسكر الناعم من الفوق. شوفوا هنا نقسم معاكم الحبه يجي بزاف طري، شوفوا شحال طري، مالغري بالسميد يجي مبسس وهايل. كاين اللي يديروه كيما كاين اللي يديروه غير بالفرينه. انا اليوم جربته معكم بالسميد والفرينه، ان شاء الله تجربوه ونتمنى ينال اعجابكم. الى اللقاء في الوصفه القادمه.